حلقة جديدة من The AI Season. زي ما في بداية السيزون خالص كنت قلت لكم ان كل حلقة هتبقى بتارجت vertical معين او topic معين عشان نبقى by the end of the season فهمنا كل حاجة عن ال AI. النهاردة التوبيك بتاعنا مختلف شوية، هو مش vertical ولكن هي حاجة ممكن معظمنا مش بيبقى فاهم بالظبط هي بتستخدم ازاي، ممكن فاهمينها ككلمة بس مش فاهمين هي بتبقى applied ازاي، ومش فاهمين في ال AI كمان هتبقى applied ازاي. توبيك النهاردة عن ال data governance وال analytics. النهاردة معايا he is director data and analytics at PwC وهو strategic advisor in AI و data and digital governance. كمان chief data officer وكان ex IBM. عنده أكتر من 20 سنة خبرة. he led a lot of national projects زي مثلا مشروع وزارة التعليم بتاع السعودية، مشروع ال 360 degree citizen view للرقابة الإدارية المصرية، ومشاريع قومية كتيرة قوي عمل فيها impact في ال data governance. كمان هو دلوقتي زي ما قلت هو دايركتور في PwC، فهو serving 8 different lines of services across الميدل ايست و UK. حاجه بتدistinguish my guest النهارده، ودي حاجه انا كانت كلير قوي بالنسبه لي وانا بجو through his post على لينكد ان، especially ان انا ما كانش عندي اي interaction معاه قبل كده. كانت كلمه لفتت انتباهي قوي وهي leading with kindness first. مهمة قوي بالذات كمان مع ال AI انه يبقى عندنا leading with empathy and kindness and therefore ethics. معايا النهاردة أحمد الشافعي. thank you so much for coming. يعني it's my pleasure to have you today. شكرا إيمان. أنا I'm really humble for all the wonderful introduction. يعني ربنا يبارك فيكي. لا you deserve it and more. وزي ما قلت يعني طبعا with all my respect لكل ال achievements throughout the years. بس it's very rare ان احنا نلاقي حد leader kind at heart and he's keen to lead with kindness، لان ده بقى بيرفلكت في كل حاجة، بيرفلكت في الاستراتيجي، بيرفلكت في البيبل، حتى بيرفلكت في التكنولوجي وقرارات احنا بنستخدمها. ده دايما بيقولك ايه الكور فاليوز بتاعتك. هو عادة البيزنس مهم والشغل مهم، بس في الآخر اللاستنج امباكت مع الناس هي the way you are treating and working with them. دي اللي بتسيب very good يعني milestone معاهم بقية حياتهم، أو unfortunately يعني not very well. السيرة طيبة. بالظبط. الواحد بيدعي ربنا دايما وبيحاول ان هو يبقى have positive impact مع الناس على قد ما يقدر without طبعا forgetting about البيزنس، اكل العيش بتاعنا يعني. اكيد. لا ودايما انا مقتنعة انه في جملة كده بتتقال بحس الناس بتoverlook it، هو فكرة الwork life integration، انه انت مش شخصية منفصلة على اللي انت بتعمله. يعني انت you bring the fun and the values of who you are as a human في الشغل، فهي انا مش بشوفها ان هي حاجتين منفصلين. لا انت مش شخص، انت نفس الشخص. نفس الشخص بالظبط. زمان كانوا بيقولوا work life balance، بعد كده يعني work life harmony في حد harmony. يعني وفي حد تاني انت بتقولي لي integration. هم حاجة واحدة. work life صح. is one thing. كنت لسه بقرا ارتكل لحد اسمه توني هاشي، كان السي او بتاع زابوز، حد من الناس اللي عملوا كولتشر. يعني لو اي حد يسمع عن زابوز، هي acquired دلوقتي باي امازون. it's an online shoe retailer. هو الراجل ده he passed away، بس لحد النهارده انا وانا بقرا it was an HBR article, Harvard Business Review article. جميلة. انا وانا يعني halfway through الارتكل انا بقول ايه ده، انا عايزه اشتغل في المكان ده عشان الكالتشر، عشان الراجل ده. صحيح. فانا I can second what you're saying. يعني culture is everything. صحيح. human as a human is the core of any business. يعني ياما ناس بتسيب مكان حتى لو بفلوس اقل علشان يسكيب من الانفايرمنت، والعكس في ناس بتقعد جايلها اوفر اقوى بكتير جدا وكل البيركس يعني، وبيبقى متردد جدا لان هو الانفايرمنت اللي هو فيها مستريح، حاسس بان الناس باكينج ايتش اذر. فالانفايرمنت از ريل بيج ديل. والمانجر كمان
ده دايما يقول لك نص الشغلانه. نص الشغلانه، وانا شايف انه اكتر من النص كمان. صح، دي حقيقه. يعني الكومباني كلتشر طبعا يس. بس المانجر بيفرق، فعشان صح. كده الناس بتنقي المديرين علشان تبقى 100%. صحيح. لسه كنت بقول لهم انا لو كنت في اكزيكتيف ليفل كنت هعمل انا عايزه اعمل الكالتشر دي. محدش عارف، انا كمان، بس محدش عارف برضه لما الواحد بيتحط على صح، فكره في الكيس إيه؟ you have to make tough decisions اللي كده هتعور. صح. فبتبقي مش عارفه تعملي ايه ساعات. يعني في ناس بتختار بحرص، في ناس بتباك اوت اصلا، بتقول لك لا مش هلعب، انا مش عايزه ابقى كده يعني. انا معاك جدا، بس خلينا بقى عشان انا ممكن اقعد اتكلم معاك في الموضوع ده كتير قوي. بس خلينا نرجع للتوبيك بتاعت الحلقه وهي الداتا جوفرنس. طيب بما اني هقول لك بقى شافعي، انت عايزني اقول لك شافعي اوكي. you led a lot of national projects، مشاريع قوميه كبيره قوي وبالذات مع الحكومات. وانا اتوقع ان الداتا جوفرنس بالذات في حاجه كريتيكال مع حكومات بيبقى فيها certain guidelines بتبقى very tight اصلا. بقى تعالى ناخد step back كده ونشرح يعني ايه data governance زي ما كان بيتعمل في traditional way، ولما بقى عندنا AI صحيح الداتا governance شكلها بقى عامل ازاي. صحيح. طيب ممكن نقول مثال بسيط. يعني احنا كنا بنعمل engagement كده في الريجن بتاعة الخليج لوزارة من وزارات التعليم، احنا عايزين نعمل maturity assessment للgovernance عامة. data governance maturity assessment يعني بنشوف احنا فين دلوقتي وبنبتدي نشوف حاجة اسمها احنا عايزين نروح فين to be خلاص، وازاي نقدر نموف من point A لpoint B دي. فاول حتة خالص في الانجيجمنت ستايل ده ان انت بتقعد تليسن للبيزنس كله، قولوا لي ايه مشاكلكم، ايه البين بوينتس اللي عندكم خلاص، وبتبتدي تاخدي الكلام كله without any filtration، وبعدين تفكري هي المشاكل دي ممكن تبقى related لتكنيكال technical stuff، ولا دي مشاكل في البروسيس، ولا دي مشاكل في الناس، ولا دي مشاكل في الاستخدام. فأنا كنت قاعد مع من أول الوزير لمديرين الإدارات، المشاكل كلها is not technical خالص. كنت بقعد مع الوزير مثلا يقول لي انت عارف حضرتك أكبر مشكلة عندنا مثلا في وزارة التعليم هنا ايه؟ فبقول له ايه؟ بيقول لي ان انا عندي one simple question، هو احنا عندنا كام مدرسة في البلد هنا؟ انا عندي 19 إدارة، مدير إدارة اوكي، كل مدير إدارة بيطلع رقم مختلف. احنا عندنا 5000، لا عندنا 4500، لا عندنا 6000، وكلهم بيجيبوه من نفس السورس. تخيلوا. فطبعا it is not about the system، it's about the definition. هو احنا اصلا we're not agreeing يعني مدرسة، لان في حد بيقول انتوا حاطين ان المدارس بتاعة ذوي الاحتياجات في الكونسيدريشن. لا ليه دي مدارس؟ طب حاطين المدارس الخاصة الانترناشنال معانا؟ لا مش معانا. طب فبداية الجوفرنس هو defining البيزنس تيرمز. يعني ايه اصلا مدرسة؟ يعني ايه طالب؟ يعني ايه مدرس؟ انواعهم ايه؟ شكلهم ايه؟ لو رحنا مثلا فيلد تاني زي البانكينج، يعني ايه كاستمر؟ يعني ايه حسابات؟ اوعية ادخارية، يعني ايه اوعية ادخارية؟ فيها شهادات استثمار، فيها كذا فيها كذا. في التليكومز مثلا دايما بتلاقي مشاكل الجوفرنس اوف ديفينيشن، تلاقي ان الناس بتوع السيلز مسميين ده بيزنس بوكي كذا، الناس بتوع الماركتنج مسميينه حاجة تانية، هو اصلا في البيلينج بقى ليه اسم تالت. طب انا لما اجي اقول انا عامل قد ايه ريفينيو من كذا، دي كل واحد ليه ديفينيشن بيقيس الكي بي اي ده بشكل. فاول ستيب اصلا هو يعني believe it or not is to sit the dictionary او الجلوسري ده مع بعض كبزنس تيمز. تمام، كلنا نحط الديفينيشنز مع بعض، وكلنا نقول هو ده خلاص الافريج ريفينيو بير يوزر، هو ده الطريقه اللي بنحسب بيها الافريج اسمها ايه، التشيرن، الديفينيشن بتاع التشيرن، ان في حد هيمشي. لو فاكره في الاتصالات مثلا في حاجه اسمها الان اكتيف، الخط الان اكتيف، يعني اللي هو مر عليه اكتر من 90 يوم ما حصلش اي اكتيفيتي. يعني ايه ما حصلش اي اكتيفيتي؟ يعني ما اتصلش، يعني ما شحنش، يعني ما جالوش مكالمه. طب دي بتتحسب ولا لا؟ التفاصيل دي لو احنا مش متفقين عليها هيحصل مشاكل. فدي دايما بتكون اول ستيب ان احنا نقول. And this explains why انا ليه مش قادره امسك لها ماسكه. يعني صحيح. governance بالنسبه لي هي كلمه عايمه شويه. صحيح. انه مش tangible، انا مش عارفه.
مش صحيح. وبالذات لو اشتغلت في كذا فيرتيكال او كذا بزنس يس from a corporate او to a startup it's different. يس فمش ببقى فاهمه زي ما قلت this really ودي اول explains حاجه why. بسال عليها. أوكي. انتوا عندكم يا جماعه جلوسري على طول؟ يعني بيقولك يعني ايه جلوسري، خلاص عرفنا ان مفيش. او مثلا عندنا بس مش مستخدم، موجود وتمام في مكتب الوزير، ما طلعش من هناك. لا، it's not about tools خالص. ها، الجلوسري ده ممكن يبقى، انا شفت كلاينتس عندهم ده في اكسل شيت، والاكسل شيت دي شيرد اند ابروفد خلاص، وفي ديفينيشنز محترمه جدا. ده معناه ان هم عندهم اول بريك في عالم الجفرنس. طيب تاني حاجه ايه بقى؟ الكواليتي ميجرز. ازاي اقول ان الكاستمر ده الداتا بتاعته صح، هي هذا جود كواليتي اوف داتا؟ هل معناها ان مثلا الاسم بتاعه موجود؟ طب الاسم وتاريخ الميلاد؟ لا، الرقم القومي لازم يبقى موجود خلاص. فابتدي ديفاين الكواليتي ميجرز اصلا. يعني ايه انا الكاستمر داتا موجوده؟ طب الرقم القومي، بصي ممكن انزل بقى ايه تو ذا ليفل اوف افري فيلد. هو يعني ايه رقم قومي صح؟ يعني ديجيتس، ما فيهوش حروف، 19 ديجيت، اول واحده لازم تبقى 2 اور 3. تاريخ الميلاد لازم يكمبير مع الرقم القومي، في حته كده فيها تاريخ الميلاد، يعني فاهمه، في تفاصيل. فلازم ابتدي اديفاين الكواليتي ماتريكس بتاعتي بتاعت ايه البيزنس جلوسري ده. مظبوط. دي تاني خطوه. تالت خطوه لازم ابقى عارف بقى انا عندي ايه، بنسميها الميتا داتا ستور. خلاص، ميتا داتا يعني الداتا اباوت الداتا. يعني لازم يبقى عندي كده داتابيز او لوج فايل كده مكتوب فيه كل تيبل وكل داتابيز وكل فيلد ستورد عندي في كل السيستمز. انا عندي 20 سيستم، السي ار ام والبيلينج وكذا وكذا. ده فيه 5 سكيما، السكيما دي فيها 3000 تيبل، التيبل ده جواه الكولومز الفلانيه بالنوع ده. ده بقى جواه ايه؟ انا ميتا داتا ستوري، انا بقيت عارف ان انا عندي ايه. طب ده ايه؟ ابتدي لينك بقى الاثنين اللي فوق بيهم. ده كاستمر داتا، التيبل ده فيه كاستمر، والفيلد ده جواه الرقم القومي بتاع الكاستمر مثلا، ده فيه العنوان، ده فيه تاريخ الميلاد. تمام. يبقى انا بقى كان عندي definitions ببساطه، يعني definitions خلاص. بعد كده بقى عندي quality، ازاي اقيس الكواليتي بتاعت الديفينيشنز دي. وبقى عندي ميتا داتا ستور فيه كل حاجه عندي في الاورجنايزيشن، حتى الدوكيومنتس، حتى الجوجل درايف. ها، عندي فايل دوت بي دي اف اسمه كده، عندي مش عارف ايه، عندي. تالت حاجه بقى اوصل الثلاثه دول ببعض. دي رولز بتابلاي على الناشونال اي دي بتاعت الكاستمر وبتاعت اي فيندور وبتاعت كذا. ده رقم سجل تجاري ماشي، بتاع شركه، بتاع كذا، بتاع حد بيورد لي. خلاص، ادي كواليتي رول اهي. موجود فين بقى عندي في الاورجنايزيشن؟ موجود في السيستم ده وده وده في الحتت الفلانيه. طب فاليديت بقى الكواليتي دي، هات لي كل الناشونال اي ديز اللي ستورد عندي في كل حته. خلاص، قول لي الكواليتي بتاعتها بتكونفورم بالرولز اللي احنا قلناها من شويه ولا لا. ده انت عندك مثلا الناشونال اي دي ميسنج في 50% اوف ذا تايم، وال 50% اللي مش ميسنج 90% منهم انفاليد اصلا فورمات. فانت الكواليتي ماتريكس بتاعك 5% كواليتي للناشونال اي ديز في الاورجنايزيشن. ده اللي حصل مثلا في الاول خالص في مشاريع حكوميه، مثلا في مصر او في السعوديه او في الامارات. في الاول الطلعه الاولى دي الناس بتتفاجئ، ايه ده، انا عندي الكواليتي عامله كده ليه؟ خلاص، هو اصلا ما بيبقاش عارف، لان اللاك اوف جوفرنس بيخليني مش عارف انا عندي ايه، وايه اللي في جود كواليتي وايه اللي مش في جود كواليتي. فدي كده المثلث البيز لاين بتاع الداتا جوفرنس في العالم. ميتا داتا، داتا ستور، خلاص، في كل حاجه عندي، ديفينيشنز، كواليتي رولز، وابتدي امونيتور بقى اون ديلي اون ويكلي يعني فريكوانسي، واشوف بقى انا المشاكل دي ليه حصلت. دي الخطوه الثانيه. انا ليه الكواليتي بتاعه الكاستمر ادرس مثلا وحشه؟ لان فاتح ان الناس تحط اي حاجه. اللي انت بتقوله يا شافعي ده اوتوماتيكلي طلع سؤال في دماغي، وهو الايزو سيرتيفيكيشنز. حلو. اتوقع ان الحاجات دي احنا ممكن نجوفرن from within، او احنا نديفاين ونعمل الثلاث خطوات اللي قلت عليهم، ولكن بتهيألي بغض النظر عن الفيرتيكال اللي انت شغال فيه، المفروض انه تبقى في حاجه ستاندردز. صحيح. واقول ان انت كده تمام. صحيح. هل ده ليه علاقه ولا لا؟ طبعا البوليسيز والريجوليشنز، انا كنت جاي في النقطه دي، بس دي يعني ايه خطوه نمبر 2. انا مثلا عندي حاجه اسمها الجي دي بي ار، ده كومبلاينس اند ريجوليشن مفروض على اي شركه فيها داتا فيها يوروبيان بيبل،
لازم في رولز كده، انت تبقى عارف السنسيتيف برايفت داتا بتاعته فين، بتاعت الكاستمر. خلاص لازم تبقى عارف هي فين. ما ينفعش تقول لي انا مش عارف، انا بستور كل الكاستمر كريدت كارد نمبرز فين مثلا. لازم تبقى عارف. طب انا هعمل ده ازاي؟ مانيوال. it will be a hell. تخيلي بقى ان عندك سيستمز فيها الاف التيبلز، اقعدي دوري بقى سيستمز وتيمز مختلفه، تيمز بقى ده جم السنه اللي فاتت ودول استقالوا. فين الجفرنس؟ الجفرنس هو ده الدور بتاعه. طيب في رولز مثلا من البنوك المركزيه، انا لازم الكي واي سي، خلاص لازم know اي your customer. نو يور كاستمر، لازم اي كاستمر في البنك تبقى الفيلدز دي موجوده هاي 100% كواليتي. طب انا ازاي اقيس ان انا طب انا لو مش كومبلاينت هدفع غرامه. ده على فكره من المحركات بتاعه الجفرنس، ان الشركات بتخش في بينالتيز، بتخيش، بيحصل لها ديتا بريتش، بيحصل لها كومبلاينس اند ريجوليشن ايشو، تدفع ملايين. بعد كده ايه؟ بيرجع بقى ايه؟ طب عايزين يا جماعه نعمل ده بسرعه، بس بيركزوا على الحته دي، عايزين السنسيتيف برايفت الكومبلاينس اند ريجوليشن، كومبلاينس اند ريجوليشن بس، مش بقى لينيج وميتا داتا مانجمنت وكلام تاني زي كده. فحته الكومبلاينس اند ريجوليشنز جوز فور شور. ها طيب ايه تاني؟ عايزين نقول برضو الصوره بتاعت الجفرنس. في حاجه اسمها اللينيج او التريسابيليتي. ايه اللي جه منين؟ خلاص، لان انا عندي الداتا دي موجوده في الرو سورس زي ما بيقولوا كده، سيستم البيلينج، سيستم الايداع والسحب، سيستم الكروت، دي فيها الترانزاكشنز الرو، المكالمه الفلانيه اللي فلان كلمني، الموبايل داتا فتحتها، رو داتا. طبعا ما فيش حد بيكونسيوم الداتا دي زي ما هي كده على طول دايركت، في بعض الناس، بس مش ده الاند ريزلت. ده الداتا بتموف من هنا لهنا تروح لكذا حته، بتروح ستيجنج لاير، حاجه اسمها ستيجنج لاير، وبعدين تروح حاجه اسمها البرونز والسيلفر والجولدن لايرز، وتروح في ريبورتس وداشبوردز وبتروح في 100 حته. خلاص. طب هو انا عارف ايه اللي بيروح فين؟ ممكن انا واحد كديتا انجينير مثلا اشتغلت على حته، عارف ان الداتا دي بتروح في الحته الفلانيه، بس انا كاورجانيزيشن بقى عارف ده. طب انا لو جيت في اورجانيزيشن وقلت يا جماعه السيستم ده هنسنسيت التيبلز دي، هنشيلها، انا مش عارف انا لو شلتها في اي حاجه هتبقى امباكتد ولا لا، صح؟ فده اسمه لينيج. خلاص، اللي بيوري لي كل حاجه، كل فيلد بيروح من فين لفين لفين لحد ما يبقى كونسيومد في النهايه. خلاص. وبيعمل لي حاجه اسمها الباي دايركشنال امباكت اناليسيس. خلاص، لو انا شلت البتاع ده او بوظت او رينيمد الفيلد ده، مين هيتعور؟ خلي بالك ده بقى بيروح هنا وهنا وهيطلع في الريبورت ده وده وده. ف ميك شور ان انت فاهم انت تغييرك ده هيعمل ايه. والعكس صحيح. هو الفيلد اللي طالع في الداشبورد ده جه منين؟ خلاص، انا ممكن اعلم على ريبورت يقول لي الريبورت ده بيقرا من التيبلز دي كلها مثلا. ممكن اعلم على الفيلد ده يقول لي الفيلد ده بالذات بيتحسب من الفيلدز دي بالذات، ويضلم لك الصوره كده. يعني تخيلي صوره كده كبيره فيها كوره كبيره من الشعر كده، هير بول، ده كده تريسابيليتي. كل ما تعملي فوكس على حته يضلم لك وينور لك بس الخطوط اللي ليها علاقه بالحته دي. اللينيج. طيب ده التراديشنال جوفرنس ممكن نعمله على فكره باكسل وبورقه وقلم لو احنا ونبقى ناس عندنا جوفرنس محترم. وفي تولز وبرودكتس خلاص موجوده في الماركت من زمان بتسهل عليكي الاوتوميشن دي، البروسيس بتاعت ان انا اعمل الديكشنري وناس تراجع على الديفينيشن وتابروف يعني والكلام ده. ففي تراديشنال واي اللي هي الليجاسي خالص قبل اختراع اي حاجه. تمام. انا بس قبل ما انسى عايز اقول لك على نقطه، هو الجفرنس المفروض يجي الاول ولا الديتا اناليتكس والريبورتس والداشبوردز والحاجات دي؟ اتوقع ان احنا لازم يبقى عندنا داتا كويسه governed عشان اعرف اعمل عليه الاناليتكس، يعني دي اللير الاولانيه. جس بقى كم مره عند كلاينتس في العالم ان الجفرنس هو اللي اتبنى الاول؟ كم percent of the time؟ 0% of the time. يعني although ان باي ذا بوك اعمل البيز لاين الصح بتاعك وحط الرولز بعدين نلعب، لا. this is not how the business works. business agile. ستارت اب بسرعه، عايزين نبيع، عايزين نعمل ماركتنج كامبينز، عايزين هات الداتا يلا طلع وكونسيوم. وبعد كده لما ببتدي يعني اتكعبل ويبقى عندي مشاكل مش عارف الم الدنيا او يجي لي بينالتيز، ابتدي افكر
لا ده انا المفروض ان انا اشوف الكواليتي بتاعت الداتا، مش اطلع كده ديسيجنز عمياني انا مش فاهم الكواليتي اللي انا بميجر بيها الداتا دي صح ولا لا. فالذو ان الصح كده this never happened، ده كده ماشي. As an executive director, how do you balance agility versus quality والمفروض يحصل as is عشان ما يحصلش discrepancy في الداتا دي؟ بتبدأي بال very 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 mandatory، الحاجة اللي ما ينفعش تطلعي من غيرها. MVP. يعني انا هعمل ريبورتنج سريع وهطلع داشبوردز، بس هعمل very basic governance علشان ما يحصليش penalization، علشان ما اخشش السجن، تمام، علشان يعني مثلا ما اخدش ديسيجن اندم بعد كده عليه. الفيري basic validation مش لازم تبقى very comprehensive and you across enhance everything as you go and you build over the time as you grow. خلاص انا مثلا في الشركه البيلينج سيستم ده هو الكور بتاعي كله، بقى البيزنس خلاص هعمل ده بقى، هركز الجوفرنس عليه، مش هركز على السي ار ام مثلا. السي ار ام مش مشكله، الكاستمر اتصل وبعدين اتصل تاني قال انا اتصلت قبل كده، انا مش فاكر السيستم مش مطلع ان انت اتصلت قبل كده، ماشي احنا اسفين، نوت بيج ديل. غير لما البنك المركزي يقول لي فين الديل بريكرز هي اللي اهم حاجه نركز عليها از ستارت بالظبط. اوكي. ممكن بقى لو عايزه نشرح التراديشنال والاي اي ازاي احنا عايزين ما هو ده بقى الفوكس. احنا كان لازم نرجع ستابس باك عشان نفهم احنا اصلا الايه جوفرنس وكان بيحصل ازاي، وبالانترودكشن بتاع الاي اي ده غير لنا الداتا جوفرنس ازاي. ماشي، هنستخدم نفس المثلث اللي احنا قلنا عليه البيز لاين ده. اوكي. الداتا ديكشنري. الاي اي مش هيعمل حاجه قوي في الحته دي اكتر من ان انت ممكن لو كاورجنايزيشن لسه ما عملتش ده، خلاص انا مثلا عملت في شركه ستارت اب بتعمل الكار رينتلز اللي هي الرينت تو باي، اللي هم بيأجروا العربيات واخر المده بتمتلكها. فانا ممكن اقول له انا عايز اعمل جلوسري، ابني لي جلوسري خلاص بيزد على البيست براكتسز اللي انت شايفها في النوع ده من الشركات والبيزنس. اعمل لي الدرافت الاولاني وانا هكمل بدل ما ابتدي فروم سكراتش خالص. ممكن اديله اكسس على كل الدوكيومنتس بتاعتي والكونتراكت والميشن ستيتمنت والحاجات دي كلها، وهو يطلع لي اول درافت. the normal use of an AI tool النورمال يوز في اي حاجه في حياتنا عشان ناكسلريت ونبقى مور efficient. احسن طريقه نعمل بيها الكاب كيكس في مصر في شهر كذا وانا ساكن في الحته الفلانيه، اليوز العادي. ايوه. فده في الحته بتاعت الجلوسري. الكواليتي رولز اكيد هيعرف يطلع لك اول درافت منها بيزد على الاندرستاندنج بتاعه ان ده كاستمر داتا في بانكينج مثلا، ده كذا ده كذا، هو عارف الحاجات دي. الكواليتي ماتريكس ليها انترناشونال ستاندردز زي ما بيقولوا، فبرضه هيقدر يطلع لك الدرافت الاولاني بتاعها. خلاص ديفينتلي الاي اي دايما لما ببدا في جرين فيلد هيديك الكيك ستارت الاولاني. لو انا عندي حاجه ممكن يراجعها ويفاليديت حاجات ويتشالنج، بليز تشالنج مي في الحته دي، اللي انت شايف ان انا حاطط هنا ديفينيشن مش صح او الكاتيجورايزيشن ده مش مظبوط. فدي حته تانية. الحته الثالثه بقى الميتا داتا مانجمنت، وده طبعا نايت مير لكل الناس اللي شغاله في الجفرنس. ليه؟ لان ده it was manually populated. خلاص انا مثلا سيستم اونر في سيستم جديد دخل في الصوره، محتاج اخش اكتب سكريبتس تبوبيليت الميتا داتا ستور بكل الداتا بيزز الجديده، التيبلز الجديده، الكولومز، اساميها، معناها، الفورمات، الفاليديشن رول بتاعتها، الحاجات دي كلها مانيوال صح؟ او حتى لو هنعمل اس كيو ال سكريبتس، بس ده ايفنت دريفن. كل ما تشينج يحصل اي نيد تو ابديت الميتا داتا ستور، كل ما سيستم جديد يخش في الصوره لازم ناخد الداتا الجديده دي نحطها في الستور علشان ونعمل لها التاجنج. ده رقم قومي، ده عنوان، ده بعمل ده مانيوال. الاي اي بقى بيريح جدا، بقى ممكن اعمل اي اي ايجنت خلاص ياخد هو التاسك دي. خلاص يا استاذ ايجنت لما سيستم جديد يبقى in the picture get notified by yourself. هو ممكن يبقى عنده في ايجنت صغير كده سكانر كده بيشوف الدنيا اللاندسكيب كله، كل ما يلاقي كولومز اتغيرت، حاجات جديده اتحطت، سيستم جديد اتحط،
هو يخش ياخد ده ويحطه في الميتا داتا ستور، يطلع الانفيرد ديفينيشن، يشوف في الديزاين دوكيمنت بنفسه، يشوف الميتنج مينتس، يتشعبط ويتشقلب ويطلع لي حاجه درافت. الهيومن ان ذا لوب از فيري امبورتنت. خلاص يعني دي حاجات انت حطيتها بايدك، يو مانيوالي فيريفايد ات، دي حاجات انا عملتها اجتهادي كاي اي ايجنت، انت برضو فاليديت وعلمني عشان ما اقعش في الغلطه دي تاني. فالميتا داتا مانجمنت هيفلي طبعا ريليفد باي الاي اي. assigning خلاص ان ده رقم قومي، ده كريدت كارد، الاي اي بيعرف يتعرف بسهوله. سو في سؤال مهم قوي 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 في الحته دي. يعني انا بالنسبه لي انا بستخدم اي اي انه يعمل لي كلها دوكيومنتس، حاجه عادي ان هو احطها على اي اي بغض النظر عن الموديل اللي انا بستخدمه وبيطلع لي اللي انا عايزاه. بس احنا بنتكلم في governance وبنتكلم في verticals very critical زي المشاريع القوميه اللي حضرتك اشتغلت فيها او في بانكينج او غيره من ال verticals اللي فيها more critical data. ما ينفعش تبقى exposed كده على اي اي من security lens. how this is handled يعني. طبعا يعني ده AI usage for corporate زي ما بيقولوا كده وفور بزنس is not اللي هو البيرسونال يوز اوف الاي اي. انا مثلا اخش على شات جي بي تي او كلاود او كده، انا بكونسنت ان الكلام اللي انا بتكلم معاه فيه ده الفري تير. بقيت بحب بيتعلم منه برضو انه يعني بخليه يذاكر كل حاجه ويطلع لي. ماشي. هو بس في الكوربريت اديشنز اللي هي بتبقى مفيش ليرنينج عليها، بيبقى في كمان اون بريم اديشنز. خلاص ان انا دي سكيورد LLMs سكيورد جوه الانفايرمنت بتاعتي، بعملها زي اي حاجه. AI is not something out of the ordinary. بعملها زي اي حاجه، اي برودكت دخلته جوه السوليوشن بتاعي في المكان. السكيورتي ميجرز اهي بابلايها على الاي اي سوليوشن برضو هي. So that's the new norm انه يعني لان انا يمكن ده الخوف بتاع الكلاينتس. بالظبط. دايما ده الكويستشن مارك انه انت هتكسبوز الداتا بتاعتي. صحيح. يعني مش هينفع. صحيح. ميك سنس. وعشان كده المودلز ساعات الناس بتضطر تجيب اوفلاين مودلز تدخل حاجه، يعني مش كل الفيتشرز بقدر استخدمها ساعات من كل الفندورز، بس في ورك اراوندز في الاخر اكيد احسن من المانيوال. يعني الاي اي دريفن 100% افضل من المانيوال. هو احنا اصلا في عصر ان احنا بنأكسلريت اي حاجه احنا عايزين نعملها. يس. يعني في سؤال مهم بقى، البارت بتاع الداتا جوفرنس هو اونز ات؟ هل ده حد مثلا تكنيكال ولا البيزنس سايد؟ بصي يعني مفيش اجابه واحده صحيحه. واحنا عاده بنسال السؤال ده اصلا في الاورجانيزيشن نفسها. يعني بروح عند كلاينت هي اورجانيزيشن سيتويشنال بيزد. انا بقول هو انتوا يا جماعه بعد بقى في جلوسري، طب مين اللي بيقول الجلوسري ده؟ في جفرنس كوميتي عاده، يعني زي ما بيقولوا اسبير ذا بوك، في حاجه اسمها الجفرنس كوميتي بيرأسها حد، ممكن يكون التشيف داتا اوفيسر، ممكن يكون هيد اوف جفرنس، ممكن وات ايفر. بس في زي ما بيقولوا كده اورج تشارت. خلاص. والبيزنس تيمز بارت من الاكاونتابيلتي فيها. يعني مفيش حاجه اسمها الناس بتاعه الجفرنس دي واحنا مالناش دعوه، احنا البيزنس بقى شغالين كده، ولا الناس بتاعه الكور بانكينج. لا، انت بارت من يو اون وات يو اون. خلاص. الداتا برودكت اونرشيب از بارت اوف التيمز دي. خلاص. الكريدت كارد داتا والمش عارف ايه، الكارد سيستم تيم، انا الاونر بتاع الداتا دي اكروس الاورجانيزيشن كلها. لو في مشكله كواليتي اي اون ات. لو انا inherited المشاكل دي من تيمز تانية قبل كده I now own it. خلاص. ففي governance committee وفي governance structure ببروسيس محتاج يكون موجود. عادة بيبقى مش موجود اصلا. خلاص. او بيبقى موجود بس مش مفعل، او الرول بتاعه diluted، مش او مفيش سبونسرشيب اصلا. كل ده بيرجع في الاخر ليه هو الاورجانيزيشن دي عايزه فعلا تعمل ده، عندها بين ونيد انها تعمل ده. يس. لو هتلاقي سيريسنس وهتلاقي كوميتمنت. لو الدنيا بومب ومراجيح لسه في الفن بنترايل كده بين MVP، مش هتلاقي اونرشيب. هتلاقي ساند بوكسز وبلاي جراوندز بنلعب، وعلى حسب دي كريتيكال الفيرتيكال اللي انت فيه برضو. يعني اتوقع ان في حاجه زي بانكينج ده دي زيرو هيبقى عندهم جوفرنس بسبب الريجوليشن التف والبيناليزيشن التف. لكن حاجه فود بيفريجز مثلا عادي، يعني عندك كذا ماشي، ما حصلش مشكله كبيره يعني. صح.
خلينا نتكلم بقى يا شافي عن بارت كده دايما، وده برضه من الحاجات اللي وانا يعني عايزه اقول لك معظم السكريبتس بتاعت الحلقات مع الضيوف تبقى انسبايرد باي، يا اما تساؤلات شخصيه ليا انا ببقى عايزه افهمها Sure. او من الناس throughout the conversation مع ناس او through البروفايل بتاع الجست. فمن ضمن الحاجات اللي انت بتعملها شير فكره AI as a buzzword او البازوردز عامه، وفكره انه everyone is saying AI حتى لو انت الكور بزنس بتاعك مفهوش، بس ناو عشان احنا في الإيرا دي فلازم نحاول نشفت نلفت ونحط AI عندنا وخلاص. how do you manage ان انت تفرق البازوردز؟ مش بس بتكلم كمان على AI، يعني هو في بازوردز كتير قوي، كلاود، digital transformation، AI، agentic AI، a lot of buzzwords اللي مش في الاندستري او مش في الفيلد بيبقوا حاسين اللي هو let's have this ايا كان هو ايه، مع اني على فكره هو السولوشن او المشكله اللي عندهم ممكن صحيح. تتحل باوتوميشن عادي، صحيح. كودينج بتاع زمان عادي جدا. صحيح. How do you approach such situations as an executive director, and how you convince not only the customers but also the organization not to pivot towards بس AI وخلاص؟ صحيح. هو ده يعني it's a challenge مش related لل AI، related لكل التكنولوجي. دايما في competition، وفي يعني ال CIOs خلاص بيبقوا اكتر ناس انا عايز ابقى اول حد عملت داتا وير هاوسنج في كذا، انا عايز اول حد يبقى عملت داتا ليك، انا عايز ايجنتك AI خلاص بلاتفورم، انا عايز. طب ايه المشكله اصلا اللي انت عندك بتحلها؟ ممكن ما تلاقيهوش مركز معاكي قوي في الحته دي. انا عايز يتقال ده، انا عايز المجله الفلانيه تقول في سبق صحفي ماستر كارد هاف ريليز ذير فيرست AI ايجنت بيعمل كذا فور ذا سيك اوف ان ده براندنج كويس للشركه. فاين، انا ما عنديش مشكله ان احنا نعمل ده از لونج ان احنا نبقى متفقين ان ده ايه الحاجه. كتير مثلا في زي ما بيقولوا ليجاسي تكنولوجيز خلاص، وبتلاقي ان احنا رايحين نبيع مثلا سوليوشن فيري اكسبنسيف وكده، علشان ايه؟ عشان يريبليس الليجاسي تكنولوجي دي. ليه؟ عشان ده المودرن. طب ايه المشكله؟ هو الليجاسي ده اثر في حاجه؟ بتلاقيه هنك معاكي. طب بتخشي تعملي اسسمنت لان الليجاسي ده is much more than enough للنيدز بتاعت الكلاينت خلاص. بل بالعكس، يعني دي لك مثال في حاجه اسمها الاي تي ال تولز، الداتا انتجريشن اي تي ال. اول لما التيمز اللي هي بتخش تاخد الداتا وتلعب بيها لغايه لما تبقى كونسيومبل، كان اول ايرا من التولز كانت فيجوال، كلها فيجوال اي دي اي كده، وبتشوفي الداتا وهي بتجوين مع بعض وتسورت فيجوال، فكانت very easy to understand very easy to maintain خلاص. بعد كده طلعنا بقى بالسبارك والبايثون والكلام ده. ليه؟ ده كود بقى، انا بكتب كود نوت بوكس، مفيش اي فيجوال اني مور. طب انا ليه بقيت اعمل كده؟ علشان شركات معينه they hit the wall بالبرفورمانس بتاع التراديشنال ده خلاص. بقى عندي billions of records في نتفليكس وفي فيسبوك وفي ميتا صح. فبقت التراديشنال تكنولوجي دي از نوت كيبل اصلا انها تنجست الداتا. مش هتقعد، هيعدي اليوم ولسه ما خلصتش، فاي هاف تو ميك ا ورك اراوند. فده ستارتد از ا بزنس نيد، انا عندي بيرفورمانس ايشو. طب انا خسرت حاجه، خسرت الفيجوال ده راح مني. بقى لازم لما حد يخش جديد مثلا يبص، لما يبص على الحاجه الفيجوال دي كانت بالنسبه له سهله، هعمل تعديل فين؟ الكود لا، هقعد اقرا وافهم كويس. قبل طبعا الجينيراتيف اي اي دلوقتي بديله الكود وبديله ده واقول له اشرح لي ولخص لي وقول لي هعدل فين، طبعا بيسهل عليا. بس بتكلم ايه ككونسبت. طب اي حد عنده ليجاسي اي تي ال لازم يروح لكده؟ لا مش لازم. ممكن يبقى الفوليومز اللي عند الكلاينت ده خلاص از فيري لو، تمام، كل البيزك نيدز بتاعته ساتسفايد. فانا مش هروح اقول له لا انت يو نيد تو دروب ذس خلاص. طبعا اللي بيزعل مين؟ الناس اللي بتبيع اللايسنس، الناس اللي اكل عيشها من بيع اللايسنس والبرودكت خلاص. بيقول لك لا احنا عايزين نبيع، تمام، فما بيحبش ده. طب الكلاينت عايز ايه؟ عايز يسمع مين؟ عايز يسمع اللي بيبيع اللايسنس وبرودكت، ولا عايز يسمع اللي بيقول له التراستد ادفايس؟ هو عايز اللي بيقول له التراستد ادفايس. انا بديله بقى في الاخر الترانسبيرنسي كلها. يا فندم حضرتك باللي عندك ده انت مور ذان انف. انت عايز تجيب برودكت عشان تكسبلور وانت عارف ان ده مور ذان انف اللي عندك اوريدي عشان كذا،
تمام. اللي انت حد بيقنعك، ما يجيش حد يقنعك يقول لك لا اللي عندك ده مش هيشتغل وانت هتقع وهتروح في داهيه. هي دي القصه كلها. نفس الحكايه في الاي اي. انا مثلا في كلاينت كان في اوكي ادي لك ده مثال سلايتلي يعني ديفرنت. في 1 ايميل ادرس محطوط لكل الكاستمرز. خلاص اي حد عنده سؤال، كومبلين، مشكله، مصيبه، 1 ايميل ادرس، وفي 1 بيرسون حقيقي قاعد او مجموعه ناس كده قاعدين على الميل بوكس ده بيجي لهم 7000 ايميل في اليوم. they need to go and see what each email means. وبعدين يبتدي يحطوه للرايت تيم. ده انكوايري، ده يردوا عليه على طول، دي مشكله يفتحوا بيها تيكت، وهكذا. طب AI عايزين نعمل AI ده it's a use case. AI email triaging agent. the most common use case most common. يعني انا عايز agent هو يعمل القصه دي، يبص ويشوف ويراوت accordingly. بالظبط. طب ده اكيد هيبقى احسن من الاسلوب المانيوال اللي بيحصل، اكيد هيعمل فرق. صح. بس هو ده الاند؟ لا يا جماعه، خلاص احنا عملنا AI agent it really made a difference، بس الطريقه دي اصلا غلط. ما ينفعش يبقى في 1 ايميل لكل حاجه. مزبوط. لازم يبقى في تشات بوت بالاول بيتكلم ويعرف المشكله ايه، يحط ريل ايجنت في الستوري ولا لا، ويكلاسيفاي ويفتح التيكت في الرايت باث، وبعد كده البروسيس تمشي صح. فاولذو ان انا هحط ايميل ايجنت النهارده، بس انا مش عايزه يفضل شغال بنفس الطريقه دي طول حياته. انت فاهمه؟ I'm making a very stupid process more efficient more fast، بس it's still the same stupid process. مظبوط. بس we have to be mindful امتى السولوشن المظبوط مع اليوز كيس المظبوطه. يس. وده هياخدنا لحته مهمه قوي، وهي عشان نمونيتور الافكتفنس بتاع اي اي ايجنت احنا بنعمله. في بارت يعني واللي شغال في صناعه الاي اي هيبقى سامع الترمينولوجي ده كتير، الobservability. يس. which means measuring the effectiveness of my AI agents. Yes. الeffectiveness KPIs دي بتتغير من business للتاني على حسب هم متوقعين ايه من الايجنت ده. فلو يا شفاعي اتكلمنا اكتر على انت شفت مثلا حتى لو الايميل ترياجنج او اي يوز كيس تانية، ازاي الobservability بيساعد في الديسيجن، احنا ده بالنسبه لنا تمام ولا لا. طيب انا ممكن اقول لك اكزامبل سيمبل. خلاص ده يعني ده جالي انا ماي سيلف يعني ثوت. يعني انا قلت انا عايز اعمل ايجنتك اي اي سيستم بسيط يعالج مشكله عندي، هي الاكسبنس تراكنج. انا ضايع خلاص، انا بدي مراتي مصروف كده كل شهر وفاكر نفسي بصرف حاجه صغيره من الكلام ده. فطبعا اتصدمت، هقول لك في الاخر الصدمه بتاعتي. فقلت خلاص انا هديزاين الايجنتك سيستم ده ازاي. هيبقى في سيت اوف ايجنتس بيسلموا على بعض، كل واحد بيعمل حاجه معينه. هيبقى في ايجنت في الاول بيلسن على تيليجرام، خلاص تيليجرام نمبر يعني بزنس نمبر. انا هابلود لي اي ريسيت، انا اشتريت حاجه في مطعم في الماركت، هروح بس ايه مصور الفاتوره. عملت انستا باي، هروح مع باعت له سكرين شوت وات ايفر بقى. فده واحد ايه مرسال بياخد بس السكرين شوت دي، بيخزنها في درايف، جوجل درايف كده بسيط ماشي. وبعدين يروح مكلم ايه واحد اسمه كلاسيفيكيشن ايجنت. ده اللي هو بيحاول يعرف هو ايه اللي انت ابلودته ده. هل دي فاتوره، ده انستا باي ريسيت، انا عارف شكله، ابتدي ادي ده لانستا باي اي اي ايجنت اكستراكتور. ده بقى متدرب على الانستا باي سكرين شوت، عارفها كويس قوي خلاص، ويطلع منها الديت والتايم والترانزاكشن اماونت والكلام ده كله. لا دي فاتوره ورقيه شكلها بتاعت مثلا حاجه زي كده، اديها الايجنت جينيريك بتاع الفواتير الورقيه، وهكذا. يبقى انا عندي كذا طب ليه ما خليش وان ايجنت؟ ممكن وان ايجنت يعمل الاكستراكشن، بس هيبقى not as quality as السبيشاليزد ايجنت، لان كل ما الحاجه الاي اي تديله شغلانه واسعه ومبهوقه الاكيوريسي هتقل والهالوسينيشن هتزيد. انا مع جدا مدرسه المالتي ايجنت. كل ما ادي حاجه معينه ممله ريبيتد خلاص هيبقى فيري هاي اكيوريسي. فانا كده وان ايجنت خلاص، بعت عرف مين السبيشاليزد ايجنت اللي هكلمه، بعت له الفاتوره، طلع منها الداتا، راح رد تاني بالاكستراكتد داتا الوان ايجنت في الاخر خلاص، اللي هو خد بقى الستراكشرد اكستراكتد انفورميشن وحطها في جوجل شيت
يبقى انا ايه، وبعدين في الاخر هيروح باعت لي مسج باك سمري كده، انا خلاص اكستراكتد الفاتوره بتاعتك ودي السمري بتاعتها. طيب انا عايز بقى اضيف بوت اديله التكست مسج اللي بيجي لي من البنك، البنك الاهلي تم خصم البطاقه كذا كذا، رحت باعت ايه، عملت ايجنت مخصوص للحته دي برضو، خد يا باشا. واديت له بقى ايه هيستوريكال داتا كمان من 10 سنين، بنك مصر، بنك العربي، الافريقي، كل الترانزاكشنز كله خلاص. فالناس دي بقى ايه بقوا بيتكلموا مع بعض خلاص، وطلعوا لي في الاخر كونسوليديتد شيت فيه كل الترانزاكشنز اللي انا عملتها، سواء انكمينج مرتب جالك مش عارف ايه، او اوت جوينج انت صرفت فلوس. في ايجنت بقى ايه صغير كده بيعمل كلاسيفيكيشن، بياخد الترانزاكشن اماونت مع الترانزاكشن اللي هو الفندور يعني، ويبتدي يخمن ده اكل بره، ده ميديا، ده مثلا قسط مدرسه، بيطلع لك داشبورد بالكاتيجوريز بتاعت كل حاجه، بيكاتيجورايز واخده بالك. وطلعت بعد كده لقيت بقى ان انا شويه حاجات غريبه طبعا. اولا طلع لي ان انا ايه اللي انا I earned خلاص is much lower than what I spent. سبحان الله، البركه من عند ربنا. اللي هو ازاي اصلا يا جماعه في حاجه غلط، في طبعا inaccuracies حصلت. اكتشفت طبعا ان انا ايه بدي مراتي مصروف وبصرف اكتر منها 3 مرات. طبعا ساعتها جالي صدمه وقلت لا ده في محتاجه اقف، وانا فين الدرينج ده بيحصل خلاص. ده كده النورمال اي اي ايجنت سمبليفايد ورك فلو خلاص لحاجه بسيطه. حته الاوبزرفابيلتي بقى، انا عايز خلينا نقول دول جروب كده، البرودكشن والاوبريشن. في عايزين بقى جروب تاني من الايجنت شغلته انه يقعد يكتب ويوبزرف، وكل ترانزاكشن تتحط خلاص انا عايزك تراجعها، وهديك شويه جارد ريلز بسيطه. الترانزاكشن مثلا ديت ما ينفعش يبقى تاريخ في المستقبل، صح ماشي. غالبا لازم يطلع ترانزاكشن ديت النهارده او امبارح، unless ان انا ببعت حاجه هيستوريكال فانا قايل له. طب الاماونتس برضو، الاماونتس ما ينفعش تلاقيني مثلا بشتري حاجه ب 10 مليون، يعني مش طبيعي، انا مش للدرجه دي يعني خلاص. شويه بيزكس كده خلاص. ما تعملش حاجه غير ان انت قول لي بس لما ده يحصل قول لي. تمام. الايجنت اللي بيكستراكت بقى الداتا من الفاتوره عنده جارد ريل بيبتدي يمشي عليها. يا شافعي انت ابلودت البتاع ده، انا ايه الفاتوره دي في تاريخ مستقبلي، انت بتزور ولا بتعمل ايه؟ خلاص بقول له لا انت يو جوت ات رونج، التاريخ صح بس انت قريته هتعلم. الترانزاكشن اماونت نفس الحكايه. فببتدي احط شويه بيزك جارد ريلز علشان ايه ما يحدش. طيب في الهيومن ان ذا لوب، اتس وان اوف ذا استراتيجيز خلاص. انا عايز ان انت في الاول فيري لو كونفيدنس طبعا، اديني الاكستراكتد انفو قبل ما تسجلها في الشيت خلاص، اراجعها واحده واحده. بعد شويه اقول له اديني سامبل كده، كل 100 مره اديني مره. بعد كده بقول له خلاص تمام، لو لقيت حاجه في الجارد ريلز بس بقول لي. واخد بالك؟ and this is how you control yes. انت based على اللي طلع لك الايجنت بتاعك يرياكت ازاي بعد كده. يس. في مثلا كان انا بعمل مثلا بوستس على لينكد ان ساعات عملت برضو ايجنتك سيستم كده ظريف. واحد يجنريت الافكار خلاص اللي انا عايز اكتب عليها، والتاني ياخد الفكره ويعمل مقاله ويقرا. انا في ناس مثلا انا شايفهم ثوت ليدرز في كتابه الارتكلز عن الاي اي، فبقول له الناس دي هات لي احسن بوستس جابت هوك تمام وتراكشن، وعايزك ميكس بقى الاساليب بتاعتهم في كتابه التوبيك الفلاني ده. وبيطلع ايه درافت بوست، لا ما تبلشوش على طول، وريني انا راجع واقول لك برضو فيدباك خلاص. بعد شويه ببتدي اديله حريه اكتر. بعد شويه الماتيوريتي بتزيد، بقول طب انا عايز ناقد، يعني في حد يكتب وفي حد ينقد الكتابه دي ويطلع كومنتس، والاولاني يدي له كومنتس يعدلها ويجي لي في الطلعه الثالثه بقى. It's very interesting ازاي بقت كل حاجه شغاله كده on its own. وبصراحه يا شافعي الموضوع ده بيخوفني شويه. وخليني اسالك اخر سؤال في البودكاست. what do you see next بالبروجرس؟ يعني هو حرفيا بقى بيعمل كل حاجه apart بقى من الداتا governance، بس ايه الحاجه اللي انت شايفها next كايفولوشن او حتى كثريت AI can bring؟ بصي هقول لك قصه قصيره قوي.
انا مش كاتب شاطر، وكان نفسي ان انا اكتب كتاب. خلاص. فانا من كام سنه كده كنت عايز اكتب كتاب عن السعاده. كنت حاطط شويه ايه شابتر نيمز بس كده، وبعدين ايه وقفت ومش عارف اكتب. جيت ايه قلت طب ما استخدم الاي اي، هو يبتدي يعمل الكونتنت وانا راجعه كده. فساعتها من كام سنه كان كل الرايترز اوثنتيك. اللي بيستخدم الاي اي كان لسه قليل. كان في يعني دايلما كده اللي هو لا ما فيش حد هيكتب، واللي هيكتب بالاي اي ما حدش يستاهل انه يقراه منه، كلام زي كده يعني. من 6 شهور عملت نفس السيرش تاني على الكوميونتي بتاع الكتاب، لقيت طبعا 60% من الرايترز بقوا اي اي رايترز تماما. خلاص. وبقوا عاملين ان ورك فلوز اوتوميتد بتجنريت روايات وبيتبادلوها. وانا بدل ما كنت بعد 6 شهور اكتب الروايه بقيت بكتبها دلوقتي في 3 ايام بالمراجعه بكل حاجه. وبقى وفي طبعا مجموعه من الكتاب اللي هم ايه فضلوا تقليديين وبيتخانقوا. هم بدل ما بيركزوا في بيتخانقوا. لا طب احنا هنجيب المحامين بتوعنا، المحامين يقولوا لهم مش هنديكوا كوبي رايت على الاي اي جنريتد بوكس. ليه؟ عشان مش انتوا اللي تعبانين فيها. طب ما انتوا بتستخدموا جرامرلي في الاديتوريالز، يبقى انتوا كمان مالكوش كوبي رايت. لا ازاي يخرسوا خناقه بقى ايه. بس اصبح بقى فيه ايه تغيير كبير. الاي اي هياخد وخد اوريدي اوكي وظايف كتير. خلينا نشبهها بموجه كده كبيره، موجه عملاقه. يعني الاي اي هو التغيير عامه في الحياه، والتكنولوجي بتديسربت الطريقه التقليديه للشغل، والانسان بيجي ديسربت. في ناس بتادوبت بتحاول تتعلم الطرق الجديده والسكيلز الجديده فبتبتدي تسرفايف، وفي ناس بتبقى متشدده وبيقف مكانه وبيموت. الفرق عن الاي اي وما بين التكنولوجيز بتاعت زمان ان البيس بتاعها كان ابطا بكتير. يعني احنا كنا شغالين ورقي، ابتدى يبقى فيه مين فريمز، ابتدى يبقى فيه بانش كارد. يعني التطور بيقعد اسابيع وشهور وسنين. دلوقتي الاي اي بقى في ايام وساعات. فالهيومن ريس علشان يقدر ياخد باله ان ده اصلا حصل ويبتدي يشوف هيعمل ايه. ما هو مش كل الناس اللي شغاله تراديشنالي خلاص هتتعلم اي اي ويبقوا اي اي اوثرز. يعني احنا العالم الورك فورس فيه مثلا 3 4 مليار، مش 3 4 مليار هيتحولوا اي اي. لازم مثلا هيبقى 5% منهم هيبقوا الناس اللي بتمانج ده وبتوركستريت ده. وعلى فكره دول هيبقوا الفيري اليت بيبل اوف ذم، يعني الموست اكسبيرينسد انجينيرز وكودرز وكده، هم دول اللي هيفضلوا توب. الباقي هيعمل ايه؟ السكيلينج هيبقى محتاج يبقى بشكل اسرع، فمش هيقدروا او مش كله هيقدر بنفس الطريقه. ففي بلان ايه، انا دايما الناس بتكلم عنها، في بلان ايه وفي بلان بي. هي الموجه دي هتغرقنا، هي هتغرقنا فورا، لا مش كلنا. خلاص. فبلان ايه ازاي احنا نعرف نركب الموجه دي از يعني الكوميونتي بتاع البودكاست والناس اللي بتسمعنا. خلاص. ابتدي من حيث انتهى الاخرين. انت حد لسه جراديويتد، حد لسه في الكليه، حد لسه بقالك 3 سنين، مش مهم. ما تقعدش تذاكر من اول جديد كل حاجه. خلاص. شوف اخر حاجه وصلنا لها ايه وبيلد عليها. تمام. اعمل ميني بروجكت، حطه وببلشه، خد سكرين شوتس وسكرين ريكوردنج وخش يعني ابدا من حيث انتهى الاخرين عشان تبقى تطلع على طول في ايه في وش القفص. لما الناس تبتدي تدور، اي حد جراديويتد مثلا كمبيوتر او تكنولوجي او كده وما عملش حاجه في الايجنتيك اي اي مش هيبقى فورسين. حد بقى مش متخرج خالص او اتخرج من زمان او وات ايفر بره الفيلد وعمل حاجه واثنين وثلاثه وشغالين وحط سكرين ريكوردنج هيتشقط على طول. فبلان ايه، حاول تبدا من حيث انتهى الاخرين. learn one skill per week per 2 weeks one small skill عشان تكفر بيها حته معينه. انا هعمل بتاع بيعمل كذا very simple problems. اوكي. خلاص. learn how to adopt ال AI and infuse ال AI and be the first one to do that. plan B بقى خلاص اللي هي بعد ما الموجة تغرق الناس، احنا عايزين نبتدي بقى نشوف كبني ادمين وكحضارات خلاص ازاي نسرفايف. يعني هو ممكن يبقى كلامي اجريسيف شويه، بس انا متخيل ان مش كل الناس تعرف تسرفايف. فاحنا الناس اصلا ما تعرفش ازاي تعيش وتاكل وتشرب. محتاجين نتعلم البيزكس بتاعت زمان بقى،
اللي هي ازاي تلاقي ميه عذبه، ازاي تزرع الاكل بتاعك، ازاي تبقى عندك سيلف سفشنسي وتبقى اوف ذا جريد. تتعلم تبقى اوف ذا جريد. you need to start to be off the grid. يعني ده اللي انا يعني نصيحتي للناس. محتاجين نمشي على الاثنين in parallel. خلاص هتعلم AI وايجنتك AI من حيث انتهى الاخرين، مش هبتدي from scratch. وهتعلم ازاي ابقى اوف ذا جريد وسيلف سفيشنت على قد ما اقدر، علشان لا قدر الله وقت الكوارث اعرف اعيش. It's very challenging. الموضوع مش سهل، بس يعني I hope ان الكلام بتاع حضرتك وكلام السيزون عامة يبقى enlightening للناس. ويعني thank you for bringing all the knowledge today. It was very enlightening. Thank you so much. شكرا ليك يا امان وللتيم، بجد مجهود خطير وبودكاست جميل جدا جدا، وان شاء الله من افضل الى افضل دائما. Thank you so much.